تسببوا في كثير من المشاكل لنادي الزمالك والأزمات ورحيل بعض اللاعبين ومشاكل في أوضة اللبس، والسبب هو أحمد فتوح. وكل الشكر والتقدير لأحمد فتوح، راجل ابن نادي الزمالك. يعني العيش والملح اللي كله في نادي الزمالك طمر فيه، على عكس لعيبة كتير جدا كلته وطفحته وغارت في 60 داهية تاخدها. المهم، يحيى علي واحمد يحيى الحمد لله بلا رجعة بره نادي الزمالك. الخبر الثالث والاهم اللي مفيش حد هيتكلم عنه، بس هو يعني حاجة كده مش حدش هيتكلم عنها في الاعلام ولا في قناة الزمالك ولا، بس لو اقول لكم عشان تعرفوه. بنسبة كبيرة جدا امير مرتضى منصور سيبتعد عن الاشراف عن الكرة في الفريق الاول في نادي الزمالك. هتقول لي طب مرتضى ازاي هيسيب ابنه ومش عارف ايه غصب عنه.